سألت نفسك قبل كده ليه الصوت اللي بتسمعه في التسجيل مختلف كتير عن الصوت اللي بتسمعه من نفسك وانت بتتكلم؟ الصوت اللي بتطلعه ما بيوصلش الأذن من خلال الهواء بس، ده بيمشي كمان جوه عظم الجمجمة، وده بيعمل تأثير غريب بيخلي الصوت أعمق وأدفى ودايما بيعجبك. لكن لما التسجيل بيشتغل التأثير ده بيختفي، الصوت بيوصل لك زي ما بيوصل لأي حد في الشارع مباشرة من الهواء، فبتسمع النسخة اللي الناس بتسمعها مش النسخة اللي دماغك اتعود يجملها ويحسنها. دماغك فجأة بيلاقي صوتين، واحد جديد وواحد قديم متعود عليه، فالاختلاف بيخليك تحس بالقلق شوية وتقول لا ده مش صوتي. بس الحقيقة التسجيل صح، مفيش مشكلة في التسجيل، هما نسختين لنفس الصوت، بس دماغك دايما كان بيسمعك النسخة المحسنة. المفاجأة إن في ناس بتكره إنها تسمع صوتها مش عشان وحش، لكن لأن الصوت الجديد بيخليها تظن إنها متسمعش نفسها صح، وده يخليها تشك في صورتها قدام الناس. لكن في الواقع أنت آخر حد يعرف صوتك الحقيقي، دماغك بيعرف صوتك، التسجيل بيعرف صوتك، وأنت بتجهل صوتك الحقيقي. اضغط أعجبني واشترك في القناة وفعل الجرس لتصلك شحنة وعي جديدة.